بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من احلى الفيديوهات اللي انا عملتها وفرحانه بها جدا. يلا بينا نقول عملنا مكعبات المرق دي ازاي. معايا دلوقتي مجموعه من الخضار، الجزر والبقدونس مش بقدونس، الكرفس والبقدونس والطماطم والبصل والجزر والثوم. ومعايا بطلنا بقى هو رجول الفراخ اللي مليانه جيلاتين. الرجلين كده مقلبظه ازاي. انا نقيت الرجلين تكون مليانه شويه. جايباها وانا بجيب فراخ، قلت لبتاع الفراخ يجيب لي. بتتباع، قول له هات ب10 جنيه، هينضفها لك ويخليك زي الفل وانت هتيجي تعيد عليه. يلا حطيت معلقتين بقى من الزيت في قلب حله على النار، ونزلت بالبهار الموجود عندي، ولا ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، بهار مشكل. شوحتهم تشويحه كده ونزلت بيه الخضار بتاعي. لغايه كده حاجات طبيعيه جدا من عندنا في البيت. طبعا كتير كانوا بيرموا رجلين الفراخ، او ما بيروحوا يجيبوا الفرخه ما بيرضوش يجيبوا الرجلين. لا، الرجلين دي فيها مادة جيلاتين عالية جدا، واحنا كمان بنحب رجلين الفراخ. انا عن نفسي ما برميش رجلين الفراخ، خصوصا لما تبقى مقلبظة كده. دلوقتي بقى نزلت بقى بعد ما تشوحوا مع بعض برجلين الفراخ زي ما انتوا شايفين. هقلبهم مع بعض لغاية ما يتبالوا كده، وانزل بكمية المية. نزلت بقى مليت الحلة مية وسبتها بقى تغلي وتاخد مع بعضها كده بشكل ودي، لغاية ما تنزل لي البهريز اللي في الفراخ كله، اللي هو يعني تقصر خالص كده، والمركز بقى تديني جيلاتين مركز في الاخر كده. خلاص استوت معايا، والخضار استوى، كله استوى ترى زي ما انتوا شايفين. ودي كمية اللي طلعت، كمية الجيلاتين او البهاريز او الشوربة اللي طلعت كده. تمام، لغاية كده تمام، حلو قوي. عندك شوربة فراخ، حطها بقى على البوتاجاز لغاية ما تقصر برضو وتطلع اللي فيها. ما عندكيش مش مشكلة، كان عندي شوية حطيتهم طلعوا لي نص الفنجان اللي انتوا شايفينه ده. لما تقلت معايا قوي وحطيتها، جبت بقى الخضار اللي كان معايا، اللي كان مع رجول الفراخ. الخضار ده مش بنرميه، ضربناه في الخلاط. انا ضربته، عندك هاند بلندر اضربيه. وحطيت شوية بس من الشوربة بتاعتي علشان خاطر تمشي الخلاط. انا خلاص كده ضربته كله، اندمج مع بعضه. شايفين بدأت تتقل معايا شوية بشوية، هي لسه سخنة زي ما انتوا شايفين. هي كده ريحتها حلوة وجميلة بصراحة. بس انا للأمانة حطيت مكعب واحد من مرقة، مكعب واحد ب1 جنيه، عشان يدي التيست بتاع ريحة المرقة. زي ما احنا كده مع الجزر بنحط مش جيلي مش عشان يبقى مرضي. انا حطيت مكعب واحد بس، مش هيفرق معاك ولا يبقى مش صحي ولا حاجة. تعالي بقى للبقدونس المجفف والبهار اللي عندي. جبت شويه بقدونس وحطيتهم، جففتهم وفركتهم بايدي، جففتهم على نار، على طاسه كده. طبعا فكره رجول الفراخ ديت مش الفكره، مش بتاعتي، دي بتاعت الاستاذه رشا الشامي. والبقدونس الاخضر ده لازم بيقولك المرقه ما تنفعش الا بيه. انا بصراحه عملت، يعني حاولت اعمل زي ما هي عملتها، بس هي طلعت برضو طلعت ممتازه فعلا. زي ما انتوا شايفين، هاتي اي قوالب عندك، ما فيش اعملي زي كده اي حاجه حط فيها، اي صينيه عندك. دلوقتي احنا في الجو برد، وانا سبتها لغايه ما بردت. ولما بردت مسكت زي ما انتوا شايفين. لو حطيتها في التلاجة طبعا هتمسك جامد، بس انا عشان انهي الفيديو. طبعا لسه معاكي اللي بتقول عملت في رجلين الفراخ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا خدتهم بقى ملحتهم كده لان ما كانش ملحين، وزقتهم في الفرن تشمعهم ومزمزت فيهم براحتي بقى. هتقولي لي هقول لك انا اللي باكلهم، مفيش حاجه بتترمي الايام دي كده. انا خرطت او قطعتهم زي ما انتوا شايفين مكعبات، طلعوا معايا 36 مكعب. طبعا كميه الرجول دي كانت اقل من نص كيلو، ممكن تصغر اكتر من كده بس انا اللي هستخدمها. هي لسه طبعا طريه، هي للامانه ما هيش قاسيه ولا جامده زي اللي احنا بنشتريها. هي عباره عن جيل، زي الجيل كده. بتاخدها مش بتفركها بقى في الاكل، بتحطها فبتسيح على رز، على خضار. انا بقول لكم انا بشمها ريحه مرقه. مرقه يعني مرقه انت عاملاها في البيت ومعاملاها بمكونات طبيعيه. طبعا ان معظمكم كان بيرمي رجول الفراخ،
دلوقتي بقى من النهاردة بقى اللي عايز يعمل يحوشهم او يشتروهم من عند الفرارجي، او هو بساعات بيديهولنا من غير ما ما ندفع فيهم حاجة. زي ما انتوا شايفين قمر ازاي. اتمنى الفيديو ده ينال رضاكم، وما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو من حضراتكم، وتقوموا تعملوا حاجة حلوة مفيدة لولادكم.